لو حد سألني دلوقتي قول لي 5 حاجات محدش قالهم لي قبل ما اسافر الامارات، هقعد افكر كتير قوي عقبال ما ارد عليه، مش عشان مش عندي اجابه، لكن عشان هقول له على اهم 5 حاجات فرقوا معايا اول 3 شهور معايا في الامارات، من غير مجاملات ومن غير ما ازوق الكلام زي ما بيحصل في فيديوهات كتير على النت. انا مش هتكلم النهارده عن فيزا ولا معادله شهاده ولا حاجه رسميه، الكلام ده موجود في فيديوهات تانية عندي. النهارده هتكلم عن حاجه عمليه وشخصيه حسيت بيها انا بنفسي وناس قريبه مني مرت بيها، وده اللي بيفرق فعلا بين حد بيجي مستعد وحد بيجي هو متوقع حاجه تانية تماما. بس يا ريت قبل ما نبدا كده تخبط لايك حلو كده زيك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفني، وتعالى نبدا باول نقطه وبالنسبه لي هي اهم حاجه على فكره، وهي اول شهر مختلف تماما عن باقي السنه. اول شهر ليك في الامارات مش هيبان زي اي شهر تاني، ودي حاجة محدش بيقولها لك. في الشهر الأول بتكون بتتعرف على كل حاجة من الصفر، السكن، المواصلات، الأكل، حتى الطقس نفسه، وده بيستهلك مجهود ذهني أكبر بكتير من المتوقع. كتير من الناس بتحس إن أول شهر ده مش عاجبها الإمارات، وهي في الحقيقة بس تعبانة من التأقلم مش من المكان نفسه. وده شبه لما تنقل بيتك في مصر حي جديد كل حاجة فيه غريبة عليك، بس هنا العملية بتحصل مضاعفة لأن كل حاجة حواليك غريبة مش بس البيت. لو عارف ده من الأول هتاخد الشهر الأول ده براحة أكتر بكتير، ومش هتاخد قرارات كبيرة بناء على إحساس مؤقت جاي من التعب او الارهاق الذهني بس. النقطه الثانيه الفرق بين المرتب الكبير والفلوس اللي فاضله معاك. اي حد هيقول لك مرتبه كام ده رقم مش معلومه، المعلومه الحقيقيه هي كام اللي بيفضل معاه اخر الشهر بعد كل حاجه. في ناس مرتبها كبير لكن مصاريفها اكبر بكتير، زي سكن غالي، قسط سياره، التزامات، حاجات كتير. وفي ناس مرتبها متوسط لكن بتوفر اكتر بكتير لانها عايشه بذكاء. لو جيت هتقارن نفسك بمرتب حد قاله لك، خد بالك ان المقارنه دي ناقصه من غير ما تعرف مصاريفه، وده غلط بيقع فيه ناس كتير. بيسمعوا رقم كبير من حد ويقارنوا نفسهم بيه من غير ما يسالوا طب هو بيصرف قد ايه، وده اللي بيخلق شعور غير حقيقي بالمقارنه والاحباط. النقطه الثالثه العلاقه الاجتماعيه بتاخد وقت اطول مما تتخيل، ودي حاجه محدش بيحضر لها، انك هتفتقد وجود ناس حواليك بشكل يومي حتى لو عندك اصحاب او اهل هناك. بناء دايره اجتماعيه جديده بياخد وقت، مش بيحصل في اسبوع او حتى شهر. الناس اللي بتستعجل وتتوقع انها تعيش زي مصر بالظبط بس بفلوس احسن بتتضايق بسرعه، والناس اللي بتاخد بالها ان ده بياخد وقت بتتاقلم بشكل اسهل بكتير. وفي رايي اول 3 شهور بتكون الاصعب في الموضوع ده تحديدا، وبعدها بتلاقي الامور بتتحسن تدريجيا مع كل علاقه او صداقه جديده بتتكون. النقطة الرابعة مفيش حاجة اسمها استقرار من أول سنة، ومهم جدا وما تتوقعش إن السنة الأولى دي هتبقى سنة استقرار كاملة. السنة الأولى غالبا بتكون سنة تجربة وتعلم، بتغلط فيها بتتعلم منها، وممكن تغير شكل أو سكن أكتر من مرة. لو دخلت على أساس إن كل حاجة هتظبط من أول يوم هتتضايق بسرعة كبيرة لما الواقع يختلف عن التوقع، وده مش عيب فيك، ده طبيعي أي تجربة جديدة في أي بلد جديدة مش بس الإمارات. لكن لو دخلت وأنت عارف إن السنة الأولى دي هي سنة بناء أساس بس، هتاخد قرارات بهدوء أكتر، ومش هتحس ان كل تعثر بسيط معناه ان القرار كله كان غلط. يعني بمعنى اصح ان السنه الاولى دي انت بتبني فيها الكارير بتاعك، طريقك اللي هتكمل عليه، واكبر غلط ممكن تعمله انك تمشي ورا الراتب اكتر من المجال والخبره اللي هتبنيها في البلد. يعني ما تنقلش كل سنه من شغلانه لشغلانه مختلفه عن اللي كنت شغال فيها وبتاخد خبرات فيها، لانك كده مش هتستفاد حاجه لمجرد انك لقيت شغلانه تانية ازيد 1000 درهم ولا 1000 ونص، لا انت كده بتخسر مستقبلك المهني بالبطيء كده في الامارات. النقطه الخامسه الفرق بين الفرصه والفرصه المناسبه ليك تحديدا. الامارات فعلا فيها فرص حقيقيه لكن مش كل فرصه مناسبه لكل شخص. اللي نجح في مجال معين مش شرط ان غيره ينجح في نفس المجال بنفس الطريقه، لكن كل شخص عنده ظروف ومهارات وشبكه علاقات مختلفه. اهم حاجه تسال نفسك مش هل الامارات فيها فرصه، لا السؤال الصح هو هل الفرصه الموجوده دي مناسبه لمهاراتي وظروفي انا تحديدا ولا لا. وده سؤال بسيط لكنه بيوفر عليك وقت وتعب كبير لو سالته لنفسك قبل ما تاخد اي قرار كبير، بدل ما تسافر بس علشان سمعت انه فلان نجح. لان مش كل اللي سافر نجح ومش كل اللي سافر فشل، كل واحد بياخد طريقه ونصيبه اللي بيمشي فيه وبيرسمه من اول ما يوصل الامارات. ناس مثلا ربنا رزقها بشغل في الاول خلاها تاخد خبره كبيره فيها وكان مجال مطلوب بعد كده فكبر في المجال، وحد تاني ابتدى بشغل صغير بس ما ادالوش الخبره اللي هتكبره، او مجال مش مطلوب قوي لمجرد ان ده الشغل اللي لقاه ساعتها، فالنتيجه فضل زي ما هو حتى بعد 5 سنين. النقطه السادسه التفاصيل الصغيره اللي بتفرق فعليا. في تفاصيل صغيره كده محدش بياخد باله منها لكنها بتفرق فعليا في حياتك اليوميه. نوع التامين الصحي اللي شركتك بتوفره وايه اللي بيغطيه بالظبط، طريقه تحويل الفلوس لمصر، ارخص وسيله، وحتى اوقات الذروه في المواصلات اللي ممكن تضيع منك ساعات يوميا لو ما خططتش ليها صح. وضيف على كده بقى حاجات تانية كتير، ان قراءه العقد مثلا بتاعك كويس قبل ما توقعه، سواء عقد الشغل او عقد السكن، حاجات اساسيه ومعظم الناس بتستعجل فيها لانها مبسوطه انها لقت الفرصه او السكن ده، وممكن يخليهم يوقعوا على عقود مش في صالحهم تماما من غير ما ياخدوا بالهم. التفاصيل دي بتفرق في الراحه اليوميه الفعليه على المدى الطويل.
النقطة السابعة، الفرق ما بين الحياة الاجتماعية هنا وفي مصر. طريقة الخروج والتجمعات هنا مختلفة تماما عن مصر، ودي حاجة بتاخد وقت كتير عقبال ما تتقبلها. في مصر ممكن تنزل تقعد مع صحابك من غير ما تخطيط، من غير ما تتصل وتتقابلوا. هنا المسافات أكبر والمواصلات محتاجة وقت، الناس مشغولة بجداول عمل مرهقة كل يوم، فالخروجات هنا بتحتاج تخطيط مسبق أكتر بكتير عن مصر. وده مش معناه إن الحياة الاجتماعية مستحيلة، لكن لازم تتعامل معاها بعقلية مختلفة شوية. إنك تخطط للقاءات بدل ما تستنى إنها تحصل عفوية زي ما كنت متعود. وكمان جدد علاقاتك عن طريق أنشطة منظمة زي مثلا تروح الجيم أو مجموعة مثلا اهتمامات مشتركة مع ناس مثلا مشتركة. ده مثلا بيسهل تعمل دايرة اجتماعية أسرع من إنك تستنى الصدفة يعني. النقطة الثامنة، قرارات الرجوع لمصر أو الاستمرار، والنقطة دي بقى ركز معايا فيها كويس جدا. في لحظة كده بتيجي لكل شخص تقريبا بعد فترة بيقعد فيها يسأل نفسه أنا مكمل هنا ولا أرجع؟ اللحظة دي طبيعية جدا ومحدش بيتكلم عنها لأنها مش مريحة. أهم حاجة في اللحظة دي إنك تاخد القرار وإنت شايف الصورة كاملة، مش وإنت زعلان من موقف معين حصل في يوم سيء. لو حسيت إن القرار جاي من غضب لحظي استنى شوية قبل ما تاخده، ولو حسيت إن جاي من تفكير حقيقي بعد فترة كفاية من التجربة والتقييم الهادي يبقى وقته جه. وده مش فشل، ده قرار واعي زي أي قرار تاني في الحياة. امثله كتير بشوفها قدامي بتيجي عليها لحظات اكتئاب او وحده، بيقول لنفسه مثلا وانا بعمل هنا ايه لوحدي، ما ارجع مصر وزي ما تيجي تيجي. وفعلا بيبقى خلاص هو واخد القرار انه يرجع مصر من غير ما يفكر كويس من كل جوانب الموضوع او نتيجه القرار ده ايه بعد ما يرجع. فكره انك ما فكرتش لسه هتعمل ايه لما ترجع وهتشتغل ايه وهتبتدي منين، دي مشكله كبيره. انت بس فكرت فيها من الجانب النفسي بحت، لكن ما فكرتش مثلا فيها من جانب اجتماعي او مهني. هتعمل ايه لما ترجع، خصوصا لو مش معاك فلوس كفايه تبتدي بيها مثلا في مصر، وخصوصا كمان لو معاك اسره كامله. كل ده محتاج تفكير كبير قوي من غير اي عواطف تاخد القرار بدالك. النقطه التاسعه، الفرق ما بين الطموح والمقارنه المستمره بالاخرين، وهي من اهم الحاجات اللي اتعلمتها بصراحه. في فرق كبير قوي ما بين انك تكون طموح وعايز تتطور وبين انك تقعد تقارن نفسك بكل حد حواليك طول الوقت. السوشيال ميديا هنا بتخلي المقارنه دي اسهل واسرع بكتير، لانك شايف كل يوم ناس بتعرض افضل جزء من حياتها. بس الطموح الصحي بيخليك تتحرك بخطوات ثابته نحو هدفك انت، اما المقارنه المستمره فبتخليك تحس انك دايما متاخر حتى لو انت فعلا بتتقدم بشكل كويس جدا في تايم لاين نفسك. مثال واقعي كده بسيط يوضح النقط دي كلها، وعشان الكلام ما يفضلش نظري بس خلينا اديك مثال كده. لو اتكلمت مع 3 اشخاص جم في نفس الشهر، هتلاقي واحد بس اللي اتاقلم بسرعه وهو اللي كان جاهز ان الشهر الاول ده بيبقى صعب جدا والراتب مش كل حاجه والاستقرار مش هيحصل بسرعه. التاني والتالت كانوا متوقعين حاجه مختلفه تماما، فلما الواقع اختلف عن توقعهم حسوا ان الدنيا مش ماشيه، مع ان الفرق الحقيقي كان بس في مستوى التوقعات اللي دخلوا بيها في الاول. واضيف على كده كمان مثال تاني، ان واحد من الناس اللي اتكلمت معاهم كان بيقارن نفسه باستمرار بصاحبه اللي جه قبله بسنتين وبثلاثه واستقر خلاص، وده كان بيخليه دايما يحس انه متاخر او فاشل، مع ان صاحبه اخد نفس الوقت بالظبط لما كان في نفس مرحلته. المقارنه دي كانت بتضره اكتر ما بتفيده، وده درس تاني مهم. كل شخص عنده تايم لاين مختلف وده طبيعي جدا. اسئله بقى كتير بتتكرر عليا في الكومنتات، وبما ان في موضوع الصراحه ده خليني ارد عليك على كذا سؤال بيتكرر عليا كتير في التعليقات. السؤال الاول، هل فعلا يستاهل السفر كل التعب ده؟ الاجابه فعلا بيستاهل لناس ومش بيستاهل لناس تانية، وده مش هروب من الاجابه، ده حقيقه بيعتمد على ايه اللي انت هربان منه او رايح عليه بالظبط. السؤال التاني، هل الوحده صعبه فعلا في البدايه؟ هي في البدايه طبعا صعبه جدا، على اي حد يقول لك عكس كده مش بيكون صادق معاك يعني. لكنها بتقل مع الوقت لو حاولت فعلا تبني علاقات، مش بس تستنى انها تحصل لوحدها. السؤال الثالث، هل ينفع اجي مثلا من غير ما اعرف حد؟ هو ينفع طبعا، وناس كتير عملوا كده ونجحوا. انا عن نفسي جيت من غير ما كنت اعرف حد هنا في الامارات، بس لازم تكون مستعد نفسيا ان البدايه هتكون اصعب شويه من اللي عنده معارف موجودين بالفعل. في سؤال تاني، هل في ندم فعلا بعد فتره؟ بيحصل ناس كتير قوي، مش عند كل الناس، وغالبا بيحصل مش بس المكان نفسه، لكن بسبب توقعات كانت اعلى من الواقع من الاول، وده بالظبط اللي الفيديو ده بيحاول يوضحه لك. وبرده في سؤال مهم جدا، هل في لازم مثلا اكون عندي فلوس كتير قبل ما اسافر؟ هو مش شرط كتير، لكن شرط كفايه انك تكون معاك فلوس تكفيك فتره انتقاليه معقوله من غير ضغط نفسي كبير، لان اتخاذ قرارات وانت تحت ضغط مادي بيخليك تقبل بحاجات مش في صالحك خالص على المدى الطويل. السؤال بقى الاخير بقى اللي هو ايه اهم حاجه تنصح بيها اي حد جديد؟ لو هقولها في جمله واحده، ان انت تتعامل على اول 6 شهور دول كفتره تعلم مش كفتره حكم نهائي، وما تاخدش قرار انك النهائي في موقف
موقف واحد او اسبوع واحد، صعب يعني اي حد حصل له في اول 6 شهور دول موقف صعب او موقف سيء مثلا او تجربه سيئه او اتعامل مع حد سيء، ما ياخدش قرار خلاص ان التجربه كلها فاشله او ان انا مش هينفع اكمل. لا، لازم تكمل التجربه كلها، ما تاخدش الموضوع على اساس ان هو شخصي معاك. لا، الموضوع ده بيحصل مع الناس كلها في جديده في الامارات، وبتحصل مع ناس قديمه كمان، فلازم تتقبل الموضوع ده بصدر رحب. يعني لو هنلخص كل ده في جمله واحده، وهو ان النجاح في الامارات مش بس عن الشغل او الفلوس، هو كمان عن مستوى الواقعيه اللي بتدخل بيها من الاول. الشهر الاول صعب وده طبيعي، المرتب الكبير مش معناه فلوس فاضله اكتر، العلاقات بتاخد وقت وبتحتاج تخطيط، السنه الاولى سنه تعلم مش سنه استقرار، مش كل فرصه مناسبه لكل واحد، التفاصيل الصغيره دي بتفرق اكتر مما تتخيل، وقرار الرجوع او الاستمرار لازم تاخده وانت هادي ومش انت زعلان خالص. وفي النهايه لو استفدت بقى من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو عندك اي راي يا ريت تكتبه في كومنت وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، واشوفك في الفيديو الجاي. يلا سلام.